وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1969. مين؟ مين اللي بره؟ أنا سليمان البوابة استهان. في ايه يا سليمان؟ ايه اللي طلعك هنا الساعة دي؟ تلغراف يا هانم، تلغراف للأستاذ صبري. تلغراف؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه، الله يرحمه بقى ويرحم أمواتنا جميعا. وفين صبري دلوقتي؟ أول ما شاف التلغراف وعرف إن والده مات الدمعة فرت من عينه يا ولده. هو والده كان عيان؟ العلم عند ربنا يستهانم. حضرتك عارفة الأستاذ صبري كتوم وما يحبش يتكلم كتير. طب وازاي تسيبه يسافر كده من غير ما تقولي؟ يعني بالله عليك يا حضرتك يا فندم كنت هتعملي ايه؟ ما هو الاستاذ صبري كان لازم وحتما يسافر لاهله في البلد. سليمان، انت تعرف عنوانه في البلد؟ لا يا ست هانم. ها، طب تعرف عنوان صاحبه اللي كان ساعات بيجي ويقعد يذاكر وياه؟ ايوه، ساكن في شبرا ومره بعتني ليه. طب مستني ايه؟ بسرعة روح له وهات لي عنوان صبري منه علشان ابعت له تلغراف. يا سلام، طول عمرك صاحبة واجب والله. ربنا يسترها معاك دنيا واخره ويرميش حد في دقيقه ابدا. وهنعمل ايه دلوقتي ياما؟ العبد في التفكير والرب في التدبير يا صبري يا ابني. اخواتي البنات محتاجين للي يرعاهم، دول خمسة. اطمن يا ابني، اطمن. هشوف اني اي شغلانه وانت تكمل تعليمك في الكليه يا ابني. شغلانة ايه دي وانت صحتك ضعفانة ومش قادرة تصلبي طولك؟ لا، اني كويسه والحمد لله. بس الدكتور اللي كشف عليكي قال عندك انيميا وفقر دم من كتر الخلفة. ما تشغلش بالك بيه سافر انت علشان تذاكر وتستعد للامتحان. وهذاكر ازاي وقلبي مشغول عليكم؟ لا، كلها كام شهر وتاخد شهادتك. بعد الكام شهر دول لو نجحت ان شاء الله هيبقى فاضل لي سنة كمان في الكلية. لا، ربنا يعينك يا ابني، ما تفكرش كتير يا صبري يا ابني، قول يا رب. يا رب يا رب يا كريم، انت عالم بحالي وغني عن سؤالي.